نرجع هوني للبلاتو. قلت اليوم باش نحكيو على رمضان والمردوديه في العمل. ساعه السؤال يطرح نفسه، اسكو فما عمل والا لا؟ برشا ياخذوا كونجيات، برشا يتيح الريتم. هذا اللي باش نحكيوه مع سي محمود مقيده، خبير في البرمجه الدماغيه. مرحبا سي محمود، وكل رمضان وانت حي بخير. مشكورة على الدعوة، وكل رمضان والسادة المشاهدين بخير زاده. قل لي، احنا السؤال بديناه بسؤال انكاري من الاول بالكل، حبينا نعرف يعني برشا يقول لك في رمضان برشا ساعات صوم، نتعب، برشا يعديوه راقدين. مثالي هو انا نعرف باش تجاوبني، ما خليني نقول لك برشا تعرف يعني في يفضلوا النوم باش يخليوا الوقت وانه يتعدى. برشا ناس تاخذ كونجيات مع صغارهم ولا ياخذوا كونجيات باش يرتاحوا يتلهوا بالحركه في الدار والكل. دونك من هنا تطرح العلاقه بالعمل. البحوث العلمية أكدت يقينا أنه الإنسان اللي يبقى بدون إنجاز فترة اليوم تقريبا 5 6 7 حتى 10 ساعات على مدار اليوم، راهو يشعر بثقل نفسه. أولا يعني ثقل في علاقة بالذات، تولد عنده كثير من المشاعر السلبية. أولا في علاقة بذاته، وحب يحس الحقيقة رغم أنه تسحر ورغم أنه تناول وجبة سحور دسمة خلينا نقوله، ولكن يشعر أنه جاع تقريبا نصف النهار. علاش؟ لأنه وجه تفكيره، والتفكير هذا صنعت نوع من المشاعر السلبية اللي هي عدم الإنجاز. وعدم الإنجاز يخليك تشعر بالضيق، بالقلق، بالتوتر، بالإرهاق، ويزيد أنك تشعر زادة أنك جيعان وبثقل اليوم. احنا بالتونسي سي محمود نقولوا يطول علينا النهار. يطول علينا النهار، النهار اللي ما نخدموش يطول علينا. يطول علينا نهار لأننا بدون إنجاز. خلينا نقولوا زادة للسادة المشاهدين هنا، إذا كان الإنسان قرر أنه لا يعمل، علاش اتخذ القرار؟ لأنه دوما على مدار يومنا كامل راهو فما إنجازات وفما أعمال وفما برامج نقوم بها، ولكن الانسان اللي ما خططش للاعمال اللي يحب يقوم بها منذ الليل، فبطبيعه الحال يحب يقوم صباح رمضان ونهار رمضان كامل ويحب يتعدى بدون انجازات. فنصف النهار الاول يحب يتعدى ضيق، نصف النهار الثاني يحب يتعدى بكل قلق وبكل توتر، وتبدا حشيشه رمضان مغادي. اي دونك هذيك علاش احنا عندنا مشروعيه باش نحكيو في ضروره انه تكون عندنا مردوديه في شهر رمضان، ضروره انه نمشيو نخدموا، ضروره وانه العجله تواصل وتدور. دونك اليوم هذايا لاحظوه حتى في الكياسات، يعني تقريبا مقفره كياسات في وقت معين. دونك اليوم كيفاش نجموا نثمنوا قيمه العمل في شهر رمضان؟ هو قبل ما نثمنوا قيمه العمل سيدتي ايناس وكل الساده المشاهدين، لازمنا نعرفوا علاش شنو هي الاسباب اللي خلتنا عمليا نشعر ويصير حتى نوع من اليقين عند كثير من الناس أنه رمضان هو شهر النوم، هو شهر بما أنه العمل فيه يساوي التعب، يساوي الإرهاق، ويقول لك الصوم يساوي عدم الأكل، وعدم الأكل بطبيعة ما يخلينيش نصنع طاقة. بما أنه أنا ما ننتجش طاقة فبنجمش نقدر على أنه نقوم بجل الأعمال المناطة بعهدي، فإنتاجيتي تضعف ويصبح عندي نقص في علاقة بالإنجاز وبالمردودية المقدمة. دونك يبرر روحه كأنه بالضبط. لأنه علميا ودينيا مش هذا لا علميا لا عاديا. شنو هذه برمجه انسان هكا معناها يبدا يقنع في روحه؟ برمجه ذاتيه. هنا لو كان ناخذوا عناصر البرمجه الموجوده في العمل في علاقه برمضان، نلقاو 6 اسباب اساسيه. السبب الاول هو داخلي ذاتي حقيقي، اللي هو ضعف قيمه الانجاز عند الانسان. لماذا؟ لانه هو قبل رمضان تعود انه لا ينجز، وتعود انه العمل لا يتقنه ولا يقوم بما يتوجب القيام به من اجل ان يقدم عمل او يقدم خدمه ترقى الى انه يشعر بالامتنان قبل ما يقوم به على أنه يعمل، ويشعر بتقدير ذاته لأنه يقدم في خدمات، وهذه الخدمات هي تلقى الاستحسان. فما حاجة أخرى مهمة جدا نقولها للسادة المشاهدين، اللي هي طاقة الانتماء للعمل. شوف ناخذ مثال سيدتي الكريمة، أنت كمنشطة يمكن نفاجئك أنا الآن معناها من العالم أجمع لقيتني كان ناخذ كان أنت الآن هاتوا نقولوا مثال خلا يعرفوا السادة المشاهدين. لا بس يعرفوا السادة المشاهدين كل هذه الأمور. نجم تقول للسادة المشاهدين من متى بدك تحضر في حصة اليوم أنت؟ من ديما بالمحاول، يعني على الاقل عندنا اسبوع. خلينا نقولوا عندنا اسبوع يعني، والبارح بعد ما انهيتي حصه الامس، اليوم وزاده كيف زاده مساء كامل، وتلقى روحك ساعه حتى بالليل تشتغل زاده، وفتره صباحيه كامله. يعني انت مبرمجه روحك على طاقه عمل وانجاز على مدار 3 ساعات او ساعتين ونصف في علاقه بالبرنامج. يعني تشعر انك تنتمي الى التلفزه التونسيه، تشعر انك تنتمي الى عملك، وتشعر انك تنتمي الى النجاح اهم حاجه، وتشعر
انك لما تقوم بكل هذه الاعمال راك تقوم بها بحب. لما تقوم بها بحب ايش يصير؟ بيكون تفكيرك بكله موجه الى العمل، الى الانجاز، الى تقديم ماده اعلاميه ترقى الى انه الساده المشاهدين على التلفزه الوطنيه يكونوا فرحانين بها ويكونوا منسجمين معها، ويشكروا المنشطه اللي قاعده تقوم وتقدم في ذلك البرنامج، ويشكروا زاد على اختيارها الضيوف وما الى ذلك. فلما تضعف وهو كذلك عاد كملت المثال بتاعك، نزيد نكملوا شويه، نغلق القوس، قبل ما نغلق القوس وهو كذلك ونؤكد ذلك. والذي يشعر به شنو؟ لما تكون انت طاقه الانتماء الى ذلك الفضاء، الى تلك المؤسسه، الى ذلك العمل تكون منعدم، طبيعي جدا انه شهر رمضان بما انه انا لا انتج طاقه واستهلك الطاقه فتصبح تمثل لي خمول وتمثل لي تعب. اكثر من ذلك زاد نشاهد فما كثير من الناس سيده ايناس والساده المشاهدين هي وجبه السحور، فما شكون يسحر وجبه سحور ما تكونش يعني مطابقه للمواصفات في علاقه متوازنه وفي السكريات المعقده وسريع نقاو يقوموا بتناول يعني وجبات غذائيه سريعه الامتصاص، هنا ينقص يعني السكر في الدم ويرتفع، وعند ناس اخرين ينخفض ضغط الدم فتولد نوع من الخمول عند هذا الانسان. كذلك نحكيو على البرمجه السلبيه في العلاقه بالمحيط والمجتمع اللي نعيشوا فيه. تلقى الناس كلما تتحدث على رمضان يقول لك انا رمضان نوقف السبت الكل، الاخر يقول لك انا رمضان ما نجمش نخدم ناس لانه الروندمون كما نقولوا احنا راهو يضعف نتاع الناس هذوما. فما اشياء اخرى، فما ناس تقول لك انه في رمضان هناك نوع من الاعمال او الخدمات تكون كاسده، لكن في المقابل هات ناخذ مثال واحنا التوانسه الكل نحبه في رمضان، زلابيا. نشوفوا السيد ذاك الذي يشتغل بزلابيا فيشتغل من الليل الى الصباح الى الفجر الى يعني الظهر الى العصر الى صلاه المغرب وهو بنشاط وبحيويه. هنا السبب شنو هو؟ يحصل على مقابل مادي صحيح، يحصل على امتيازات، وهو وجد نفسه انه منسجم على الحكايه ذيك. انت هكا جبت لي فكره اخرى سي محمود، اللي هي كيما برشا مهن مثلا تركض في رمضان، فما مهن اخرى تنتعش بمناسبه الشهر الفضيل هذايا، فما حوانت تتسكر باش تولي تخدم زلابيا وقوطه ودراع وغيره. يعني هنا المفارقه شويه، يعني كيما فما هكا الصوره فما صوره نقيضها ايضا، كيما فما الصوره الاولى فما الصوره المناقضه لها. لكن لازمنا ناخذ مثال مهم جدا بعين الاعتبار. السيد اللي ينتج في زلابيا او يخدم في زلابيا او يصنع في زلابيا هو يحقق في امتيازات. هات نساله الانسان اللي قد قرر انه يكون خامل في رمضان، انه يكون بدون نشاط، انه يكون بدون حيويه، بدون انتاجيه عاليه او مردوديه اعتياديه وعاديه كما الايام العاديه. ما هي الامتيازات التي حصل عليها من جراء الخمول ومن جراء عدم القيام بالواجبات المهنيه ومن جراء اكثر حتى من التكاسل؟ يقول لك مرتاح، يقول لك لا قبل ما يقول مرتاح نقول له نساله سؤال زاد، هاك جاوبني انت تو تقول لي مرتاحه، نقول له هذه الراحه هل خلاتك تشعر بتقدير لذاتك؟ هل خلاتك تشعر على انه هناك نوع من الثقه، نوع من الفخر، نوع من يعني الصوره العظيمه والمميزه اللي هو شهر رمضان؟ ومن اوكد بطبيعه الحال من اوكد موجبات شهر رمضان اللي هي الصوم. الصوم الإنسان يكون صائما عن الطعام، وكذلك العمل له عبادة والعمل له فضيلة، واتقان العمل عبادة واتقان العمل فضيلة. فإذا كان عقلية سي محمود، لأنه هنا نحب نربط مع اختصاصك اللي هو البرمجة الدماغية، يعني مربوطة الأمور بالعقلية. شنو يصنع الفرق بين إنسان وإنسان؟ احنا نقولوا ساعات والله المرأة هذيك خدامة، والله الراجل هذاك خدام، يعني هذايا في الجينات كأنه في البرمجة الدماغية. الحقيقة الأمور أبسط بك بكثير، هي أوامر تتعطى من الوعي للاوعي. شوف أنا إذا كان أعتقد أنه في رمضان الراحة هي تساعدني، فبالنسبة لي هي منطقة راحة ومنطقة امتياز، فنقدم أمر للاوعي نتاعو. شو نقول له؟ نقول له راهو بأنه رمضان هو شهر فما صيام، فما يعني انعدام الطاقة، ما ثماش أكل، ما ثماش شرب، ما ثماش قهوة، يعني ما ثماش ما يخليني منشرح وناشط على مدار اليوم. فمن الواجب أنه أجلس أو أبقى في منطقة خمون ولا منطقة ركود ولا منطقة حتى ركون. الذي يحدث أنه هذا الأمر اللي يتقدم من الوعي إلى اللاوعي يصنع طاقة معينة، هذه الطاقة يستقبلها اللاوعي ويبدأ يبحث في المراكز اللاوعية المتصلة بالخمول، المتصلة بعدم الإنجاز، المتصلة بعدم القدرة. فش يقول نهار رمضان طويل، نعرف روحي نجوع، نعرف روحي نحشش، نعرف روحي أنا نتقلق ويدور بي الدجاج الأكحل، ونعرف روحي حتى في الإنتاجية ضعيفة، خليني نقعد ونكون في حالة قعود. خلينا نقول للسادة المشاهدين أنت اللي تصنع البرمجة هذه. قبل ما نحكوا على البرمجة الجديدة وش لازمنا نرجعوا للعقلية واللي الإنسان هو اللي برمج نفسه. أنا نحب نمشي معاك نقدموا شويه سي محمود. توا الناس اللي يخدموا خدامين تحيه ليهم، وهذوك اكيد في رمضان وخارج رمضان خدامين. الناس اللي ما يخدموش هذا نجموا نتفاهموا شويه، وسورتو كي يعديو كونجي واضح انهم ما يخدموش. فما ناس نص نص سي محمود، فما ناس يخدموا وما الاداء ما يكونش
ممتاز، يبرولوا بالتونسي نتاعنا، بالضبط. يغشوا بالتونسي كلمة نتاعنا، البرولو وكلمة الغش. هذوما شكون فيهم؟ خلينا نحكيو حقيقة مهمة جدا، هي منطقة وطاقة القيم. لازمنا ناخذ بعين الاعتبار انه لكل انسان منظومه قيميه خاصه به. هناك من يعتقد انه الغش راهو يحقق له امتياز. لماذا؟ لانه لما نحكيو مثلا ناخذ فكره زلابيا، تو مع احتراماتنا للناس اللي ياخذوا يبيعوا في زلابيا ضمن الكل، لما هو نوعيه السكر او اللي تتقدم او يعني الدوزه كما نقولوا احنا بالدارجه، لما تكون هي مش معدله في علاقه انه السكر منقوص او السكر مفقود وما الى ذلك، خلينا نزيدوا الفارينه على حساب السكر او خلينا نزيدوا ماده اخرى وغير ذلك من التفاصيل. هذا نظام اول. النظام الثاني هذا في علاقه بالعمل، يعني السيد اللي يغش هذا في علاقه بالعمل اللي يقوم به. هناك انسان اخر يقول لك انا نقصت المجهود على مدار اليوم. لماذا؟ لانه لا يشعر بالانتماء الى ذلك العمل اللي يقوم به. فمش كون يقول لك نخدم له على قد فلوسه، وبما انه انا نخدم له على قد فلوسه في الايام العاديه والاعتياديه في الافطار، ففي رمضان ما عادش يولي يخدم على قد فلوسه، يولي يخدم على قد مجهوده وعلى قد طاقته. المفارقه ونختموا بهذا، يعني من المفروض وانه نتحلى بالقيم هذه على في حياتنا الكل، ولكن في الشهر الفضيل نحيي القيم هذه، نعزز نثمن القيم هذه اكثر، يعني نحاول وانه نتشبع بسيره سيدنا محمد، انه نمشي على سنته، نمشي على مكارم اخلاقه. يعني كيفاش المفارقه انه في الشهر هذا نلقاو امثال القيم، غياب القيم مع نوعيه من الناس. سيدتي ايناس السؤال مهم جدا هنا في علاقه بالقيم، ولكن الوصول الى القيم وفي الشهر الفضيل ايضا بالضبط في الشهر الفضيل يتطلب عمليه برمجه كامله ومتكامله. باش ما نطولوش على الساده المشاهدين، تتلخص تقريبا في 10 نقاط اساسيه ونقولها بطريقه يعني برقيه. اول حاجه يلزم الانسان يعي جيدا الوصول الى طاقه القيم، وانه صيام شهر رمضان راهو في علاقه بالعمل افضل من صيام شهر رمضان في علاقه بالنوم وفي علاقه بالقعود ولا في علاقه بالبرول هذيك اللي حكينا عليها، او في علاقه اللي تصبح غش حتى يعني في العمل يؤدي حتى لافساد الصوم، في علاقه يعني بالشرع وما الى ذلك. شو لازمنا نقولوا؟ اول حاجه لازمنا نقطعوا مع تلك المعتقدات السلبيه اللي تقول انه اذا كان انا ما ناكلش ما نتغذاش فما ننتجش طاقه. خلينا نقولوا راهو لكل انسان طاقه، هذه الطاقه قادر على تقسيمها على مدار اليوم، وهذه الطاقه تمكنه من انه ينجز كل الاعمال المناطه بعته على مدار اليوم. راهو تسحر. بل ونزيدك سي محمود انه علميا ثابت وانه الانسان يتذكر اكثر وفي ذاكرته تكون اقوى تشتغل وهو في حاله صوم، هذه علميا بالضبط. ما لا لازم نقولوا راهو لازم نقولوا المواطن والسيد هذا راهو سواء انت تسحر تو الان اللي يقول لك ما تسحرتش ونعرف روحي فاشل وتعب او النهار الصيام الطويل وما الى ذلك، خلينا نقولوا سواء تسحرت او ما تسحرتش انت لديك طاقه، هذه الطاقه راهو سوف تستهلكها على مدار اليوم. فما حاجه ثانيه، النقطه الثانيه واللي هي مهمه جدا ونقولها للساده المشاهدين، اذا كان انت لك اعتقاد اسمه شهر رمضان يساوي تعب، فراهو مخطئ. علاش هو يساوي تعب؟ لانه الفراغ، لانه الطاقه السلبيه، لانه عمليه البروله هي اللي صنعت فيك نوع من الطاقه السلبيه، والطاقه السلبيه هي اللي خلتك تشعر بعدم تقدير لذاتك، وبطبيعه الحال عدم التقدير هم يخلينا ما نشعروش بالراحه الداخليه والراحه النفسيه والصفاء الروحاني والصفاء الوجداني. ما لاش نقولوا له غير برمجتك وغير فكرتك حول الجوع وحول الصوم وحول نهار رمضان. فما نقطه ثالثه زاد نقولها للاستاذ المشاهدين واخيرا نختم بها سي محمود، خلينا نعطيو ثالثه ورابعه لانه مهمه جدا. هنا اذا كان قررت تعدي نهار رمضان يعني وتشتغل بطريقه عاديه واعتياديه وما تكونش عندك يعني لا ارهاق ولا تعب وتكون الانتاجيه نتاعك معتدله، هو انك تقرر ومن الليل تنجز نوع من البرنامج. تقول انا في الصباح سوف اشتغل كذا، في القيلوله سوف اشتغل كذا، في فتره المساء سوف اشتغل كذا، وفي الليل سوف اشتغل كذا. اذا كان برمجت نفسك على جمله من الاعمال راهو سوف تكون مبرمج على اتمامها والقيام بها مهما كانت التفاصيل ومهما كانت الحيثيات. نقطه رابعه ونعرف طولت على الساده المشاهدين، شو نقولوا لهم؟ نقولوا لهم اذا كان انت تعتقد انك تتعب ولا تعتقد انك تجوع فيجب ان تستعد ليوم الصوم، والاستعداد يكون بثلاثه اشياء بسيطه، انك تتناول وجبه سحور متوازنه. الثانيه الطاقه على امتداد اليوم على مطار اليوم. الثانيه خلينا نقولوا للساده المشاهدين قرر انك تعمل جدول اعمال تنجز به وتنجزه. والثالثه انك تشكر روحك وتثمن ما تقوم به بعد كل عمل منجز. معناها انت سيدتي ايناس بعد ما تكمل الحصه ولا بعد ما كل ضيف تشكر روحك لانك قدمت معاه واشتغلت معاه بطريقه حرفيه، وقت تكمل
تكمل زاد الحصة تشكر نفسك على جملة ما قدمته خلال الحصة. إذا كان قدرت نفسك، إذا كان شكرت روحك، إذا كان عليت طاقتك، الأكيد أنك سوف تصل إلى أنك تصبح مردوديتك عالية، وسوف يكون تثمينك لجملة الأعمال اللي تقوم بها مرتفع، وترتفع إيجابيتك، وتكون فعلا طاقة الصوم هي مساند وداعم لطاقة الإنجاز. وهذا المفروض، هذا مفروض الأكيد. حسب سنة سيدنا محمد، صلى الله ألف عليه صلاة عليه مرة أخرى. وهذايا هو اللي نروموه. يعني شنو قيمة الصوم إذا كان ماهوش تحدي، عزيمة، عمل، قيم جميلة وإيجابية. نشكرك سي محمود، نورتنا بالحضور شكرا في جزيلا. أول إطلالة معنا في الشهر الفضيلة هذيا. شكرا.